السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا ان شاء الله النهاردة يا جماعة وصفة سهلة وبسيطة، مكونين اتنين بس موجودين في كل بيت. وصفتنا النهاردة لشيب الشعر. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هترجع لك شعرك للونه الطبيعي، اللون الاسود الغامق، اللون الاسود الطبيعي اللي كان عليه الاول. ان شاء الله تجربي الوصفة ديت وتدعيلي. وصفة سهلة وبسيطة خالص خالص، مكونين اتنين بس زي ما قلت لكم. وصفتنا النهاردة ما فيهاش اي مواد ضارة للشعر ولا اكسجين ولا اي مواد كيماوية خالص في الوصفة بتاعتنا ديت. بالعكس، وصفتنا النهاردة فيها مكونين اتنين بس مغذيين للشعر، وبيطولوا الشعر وبينعموا الشعر وبيغذوا الشعر وبيرجع لك شعرك للونه اسود الطبيعي. ويلا بينا نشوف ايه المكونات اللي معانا. ومعانا اول حاجة في وصفتنا النهاردة حبة البركة او الحبة السوداء، اللي هي ديت يا جماعة اهي. الحبة السوداء ديت وصانا بها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وقال الحبة السوداء شفاء لكل داء. الحبة السوداء ديت يا جماعة بتعالج تساقط الشعر وبتملى الفراغات وبتطول الشعر وبتنعمه. هنحط كده قد معلقة كبيرة، انا حطيت معلقتين صغيرين بما يعادل معلقة كبيرة، وهنحط كمان تاني حاجة معانا واخر حاجة الوصفة الجبارة ديت الشاي. معانا برضو معلقتين شاي اهو، وكمان واخر حاجة نص معلقة ملح. نص معلقة الملح ديت عشان تثبت الوصفة بتاعتنا اهو. هنقلبهم بقى كده على بعض. وهنجيب بقى الحاجة اللي احنا هنحطها فيها عشان هنحطهم على النار. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى المكونات بتاعتنا ديت كده هنا، وعليهم كوباية مية، وهنحطهم بقى على النار يغلوا مع بعض كده لمدة 3 دقايق او 4 دقايق، ونكمل الوصفة بتاعتنا. يا جماعة هنسيبهم بقى كده يغلوا كده لمدة 3 دقايق او 4 دقايق كده، لحد لما الشاي وحبة البركة ينزلوا اللون بتاعهم اهو. وهنصفيهم وهنكمل الوصفة بتاعتنا، وهنقول بقى هنستعملهم ازاي ولمدة قد ايه. خليكم معانا. واهو يا حبايبي بعد ما خلصت بقى وسبتهم كده يهدوا خالص وصفيتهم، هيرجع لكم بقى الشعر اللي هو فيه الشيب للون الاسود الطبيعي الجميل. وحبة البركة كمان فيها الزيوت الطبيعية بتاعتها اهو. جميل جدا جدا الوصفة ديت. اللي هم مش حابين الحنة، انا من الناس برضو اللي هم مش بيفضلوا الحنة، بس الحنة برضو يا جماعة لها فايدة كبيرة جدا للشعر. يعني من كل وقت للتاني كده لازم برضو نستعمل الحنة للشعر، لانها بتفيد الشعر وبتطول الشعر وبتنعم الشعر وبتقل الشعر برضو. آه فدي بقى الوصفة ديت اللي هم حابين الصبغة الطبيعية بدون حنة اهو. احطهم بقى في البخاخ بتاعنا دوت كده وارجع لكم. ودي يا جماعة بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة اهي. وصفة طبيعية بدون اي مواد ضارة للشعر، بدون اي مواد تالفة للشعر. وصفة طبيعية 100% لشيب الشعر اهو. انا بصفيها اثرها اهو على ايديا اهو اهو. هنستعملها بقى ازاي؟ الشعر لازم يكون مغسول كويس قوي 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 كذا مرة، ومتشال منه اي زيوت او اي كريمات. ونستعمل الوصفة بتاعتنا ديت. هنفرد الشعر وهناخد خصلة خصلة وبالبخاخ، وهناخد من فوق لتحت كده وهنرش عليه. وهنفرق بقى الشعر كده، وهناخد الخصلة التانية وبرضو لحد لما نخلص الشعر كله، ونركز على الاماكن اللي فيها شيب الشعر. وممكن نستعمل الوصفة بتاعتنا ديت مرتين او 3 مرات في الاسبوع. والوصفة ديت ان شاء الله تقعد معانا فترة طويلة،
ولو اتبقى مننا برضو بنحفظها برضو بالبخاخ بتاعها زي ما هو كده اهو. بنحطها في التلاجة وبتقعد معنا الفترة طويلة. اهم حاجة ان احنا نحطها في التلاجة. ومتنسوناش بقى في اللايك، ويا رب الوصفة دي تكون عجبتكم وجربوها، وان شاء الله تدعولي. وصفة طبيعية ما فيهاش اي مواد ضارة للشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.